فيه موت بيجي بسرعة، وفيه موت بيجي بالبطيء، ضربة ورا ضربة، والنفس بيتسحب من الجسد حتة حتة. بس لما اللي بيقتلك يبقى هو نفس الشخص اللي مفروض يحميك، ساعتها الموت ما بيبقاش نهاية، بيبقى خنجر اتغرز في ظهر كل حد لسه فاكر إن الأخ هو السند. الزمان السبت 8 يونيو 2025. المكان أرض الزغل، المحلة الكبرى، محافظة الغربية. واحدة ست اتربت في بيت أخوها وماتت فيه، اسمها هيام، في أوائل الأربعينات. ست بسيطة عايشة مع أخوها الأصغر منها بشوية، بتحاول تشوف رزقها بالحلال، بس بيتها اللي المفروض هو الأمان كان كل يوم جواه زعيق وخناق وحياة مش مريحة. أخوها سمعته وسط الناس مش تمام، ما بين تعاطي وكسل وسلوك عدواني، والست كانت ساكتة. كل الناس كانت بتوصفها الست الغلبانة اللي أخوها مسود عيشتها، بس ولا غلبها نفع ولا سكوتها حماها. اللي حصل في يوم الجريمة، دخل الأخ على أخته وقال لها انزلي هاتيلي سجاير. قالها بإلحاح وبصوت عالي، لكن هي قالت له لأ. لأ واحدة كانت كفيلة تخليه يخرج عن شعوره. بس اللي عمله بعد كده ده ما كانش بس خروج عن الشعور، ده كان خروج عن الإنسانية. ربطها وكتفها بالحبال، حطها على الأرض وابتدى الضرب. مش ضربة ولا اتنين، كرباج جلد بيقطع في ظهرها وراسها ودراعها، جلدها بيتهري وهي بتصرخ وتستغيث. لكن هو كان عامل نفسه مش سامع، ولا هو ما كانش سامع فعلا، كأنه بيطلع غله كله فيها، كأنه بينتقم من كل حاجة، بس مش منها، من نفسه، من العالم، محدش عارف. طيب ليه كتفها؟ هل كان خايف ترد، ولا كان عارف ان لو سابها هتجري وتهرب منه؟ هل دي اول مرة يمد ايده، ولا اول مرة الكره اللي جواه اتجمع وانفجر؟ الست فضلت تصرخ، لكن البيت كان مقفول، والمشهد جواه كان سواد. اخ بيعذب اخته عشان علبة سجاير، ولما الصوت زاد الناس في الشارع ابتدوا يسمعوا. جيران كتير قالوا احنا متعودين نسمع صوتهم بيعلى، بس المرة دي كانت في حاجة غلط. دخلوا لقوها مرمية وجسمها عليه علامات الجلد، الدم على ظهرها وراسها ودراعها ورجليها، وعينيها نص مفتوحة، وهو واقف بيتنفس وبينهج، وغضب الدنيا كله على وشه. كان باصص كأنه مش شايف ولا حاسس ولا حتى فاهم هو عمل ايه. الشرطة وصلت، والرائد أحمد بهاء رئيس مباحث قسم تالت المحلة دخل بنفسه. الراجل اتقبض عليه فورا، محاولش يهرب، محاولش يندم ولا حتى يتكلم، ومفيش ولا دمعة نزلت منه. الجثة اتنقلت لمشرحة مستشفى محلة العام، واتعمل محضر بالواقع، والنيابة بدأت التحقيقات. لكن المفاجأة كانت في تقرير الطب الشرعي. جثة هيام كانت مش مجرد جسد ميت، كانت خريطة كاملة للعذاب اللي عاشته قبل ما تموت. الطب الشرعي قالها صريحة: ضرب متكرر بأداة صلبة على الرأس مباشرة، نزيف داخلي حاد، وتهتك في الجمجمة، وآثار تكتيف، معناها إنها كانت مربوطة، يعني اتضربت وهي عاجزة، لا قادرة تهرب ولا حتى تدافع عن نفسها. عدد الضربات كتيرة جدا، لدرجة إن التقرير قال إن القتل ما كانش صدفة ولا لحظة غضب، دي كانت جريمة قتل متعمد. النيابة لسه بتحقق وبتسأل الجيران وبتراجع الشهود وبتجمع كل التفاصيل حوالين أخ قتل أخته عشان رفضت تشتري له سجاير. ست في الأربعينات من عمرها ماتت متعذبة ومربوطة بحبل في بيتها، مش في الشارع ولا في حتة مهجورة، مش على إيد مجرم غريب، لأ، ده على إيد أخوها. كم واحدة زيها لسه عايشة في بيت زي ده؟ كم ست بتسكت عشان ما ينفعش تتكلم على أخوها؟ كم روح اتكسرت جوا بيتها عشان الأخ هو اللي في إيده السلطة وزمام الأمور؟ اللي حصل دي جريمة، بس الأخطر منه إنه مش أول مرة نسمع عن جريمة بالشكل ده، ويمكن ما تكونش الأخيرة، بس دي مش النهاية، لأن النيابة لسه بتحقق وبتجمع الأدلة، وكل تفصيلة بتطلع من الطب الشرعي بتقلب الجريمة من مشاجرة عائلية لقتل مع سبق الإصرار. اللي اتكتب في تقرير الطب الشرعي ما كانش بس وصف الموت، ده كان شهادة على حياة كاملة من الألم والمعاناة.